إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا صباح الفل عليكم، يا صباح النشاط والحيوية، صباح الهنا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة طيبة عليكم. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله. النهاردة يومنا نشاط كده، هنعمل شوية حاجات مع بعض، وبجد انتوا وحشتوني جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. بقالنا كتير بقى كده مش بننزل فيديوهات روتينات كده ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية، فتعالوا النهاردة بقى كده نستعيد طاقتنا مع بعض ونعمل شوية حاجات. ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. حطوا لي لايك للفيديو لو اول مره بتشوفوني، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي، طبعا تنوروني وتشرفوني. وحابه ارحب بقى كده بكل الناس اللي انضمت معايا، وعايزه اقول لكم نورتوا وشرفتوا قناتي، ويا رب كده دايما تكونوا منوريني ومشرفيني. تعالوا بقى بصوا، انا صحيت الصبح يا جماعه، الناس تصحى كده تقول اصبحنا واصبح الملك لله، تشربي فنجان قهوه، تقعدي كده ايه يعني، عارفه تقعدي مع نفسك كده شويه تصلي تعملي. لا انا اصحى كده على الشقه والبهدله ده. طب يرضيكم المنظر ده؟ انا صحيت من النوم لقيت ولادي خاربين لي المطبخ خالص خالص كده. طبعا الحمد لله يعني قمت صليت كده. طبعا لازم نبدا يومنا كلنا بالصلاه وذكر كده، ولو يا سلام بقى لو قراتي ورد كده من القران، بامانه يعني اليوم كله بيبقى فيه بركه ونشاط كده، وانتي بتكوني حاسه ان انتي متشجعه ومتنشطه جدا جدا. فطبعا نحفز بعضنا كده، وانا عارفه ان احنا كلنا طبعا شاطرين وزي الفل كده، وربنا يديكم الصحه والعافيه. وطول ما انت شغاله بقى كده تلزمي في بقك الاستغفار، بجد بتفرق جدا وبيديكي راحه نفسيه من اللي احنا بنشوفه من ولادنا ما شاء الله يعني كده. فدي الحمد لله، ربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم جميعا. بصوا المطبخ عايز قرار ازاله. انا داخله بصراحه على اني هغسل المواعين عادي، هروق الرخامه، لقيت الموضوع فتح ثم فتح ثم فتح ثم دخلنا في الغويط، بس بصراحه كنت راضيه عنه كل الرضا. والمطبخ بقى فل شمعة منوره كده، واحنا طبعا ستات شاطرات كده وزي القمر، ولما بقى بنحط حاجه في دماغنا وسعولنا. عايزه اقول لكم ان انا بقالي كام يوم يعني ايه بنام في اول الليل ممكن ساعه كده ولا حاجه، واصحى بقى ما يجيليش نوم خالص خالص. بصراحه كده انا جوزي كان تعبان الفتره اللي فاتت دي وما زال الحمد لله. فبصراحه عايزاكم تدعوا له ان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل مريض اللهم امين. فعايزه اقول لكم ان انا بقى ليل نهاري ونهار ليلي، ونومي مش منتظم، يعني مش منتظم خالص. قد يكون ان انا مش بنام في اليوم غير يمكن ساعه او ساعتين بكتير جدا يعني، وكمان بنامهم كده ايه، كلهم قلق بقى وكلهم ارق. فبصراحه بدات ان انا استغل ان انا بكون صاحيه طول الليل. بقالي يومين بعمل كده. يعني ايه؟ صحيت الساعه 3 الفجر، نمت زي ما قلت لكم ساعه كده في اول الليل. صحيت بقى الساعه 3، قمت طبعا اتوضيت وصليت واستعديت بقى كده لصلاه الفجر. وبعد ما خلاص بقى كده صلينا صلاه الفجر، لقيت نفسي حرفيا مش جالي نوم خالص. فهقعد بقى قلقانه ومتوتره وعندي حاله قلق وتوتر، او اقوم اشغل نفسي بحاجه. وقد كان رحت قايمه بقى كده الاوضه بتاعت البنات عندي، انا كنت مغيره النظام بتاعها من فتره، وبصراحه ما عجبنيش، يعني مش ما عجبنيش، انا سبته قعد حوالي شهر اهوت او شهر ونص، وحسيت ان هو النظام اللي انا كنت عاملاه فيها الاول كان احسن، وكان موسع الاوضه وكان مخليها منظمه اكتر. فطبعا رحت بقى ايه، قمت فجأة كده، حتى الولاد كانوا صاحيين، ايه يا ماما مالك؟ قلت لهم تعالوا نغير الأوضة دي ونرجع النظام بتاعها زي الأول ونعدلها كده مع بعض. وفعلا بقى قعدت ان انا غيرت الأوضة ومسحت بقى تحت السراير، نزلت الدولاب بتاع البنات طبعا بمساعدة بنتي الكبيرة هنا ربنا يبارك فيها. نزلنا بقى كده الدولاب ورتبناه وقعدنا ايه، كان يوم تحفة يعني بصراحة. خلصت الأوضة وخليتها زي الفل، فرقت جدا. دخلنا على البلكونه، انا عندي الاوض كل اوضه فيها بلكونه، دخلت بقى كده والبلكونات كل برضو بلكونه فيها دولاب كده. قمنا داخلين على البلكونه مظبطينها بقى كده ومنزلين الدولاب دوت مروقينه، وبصراحه لا الاوضه اختلفت تماما. النهارده مسكت المطبخ زي ما انتم شايفين، كان عندي فيه حاله نشاط مش طبيعيه كده، خليته زي الفل. قلت هاخد الشقه كده تدريجيا حاجه حاجه، لان زي ما قلت لكم ان انا جوزي بصراحه الاسبوع اللي تعب فيه ده، عايزه اقول لكم ان انا اهملت في البيت جدا طبعا غصب عني. فحاسه ان الدنيا عندي مكركبه اخر حاجه ومش نظيفه بالمره، وبصراحه مش هقدر ان انا اعملها كلها في مره واحده، لاني والله انا اصلا تعبانه ومرهقه جدا جدا جدا. فالحمد لله قلت اخد حاجه حاجه كده وارجع الحاجه تاني كده زي الفل.
هنزل لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الاوضه باذن الله. ودينا كل ما نروق حاجه هنعملها مع بعض، مع اني بقالي كتير مش بنزل فيديوهات روتين، وبصوا مكسله قوي من الموضوع ده، ولكن تعالوا كده يعني ونحاول نستعيد طاقتنا كده مع بعض ونعمل حاجه مع بعض. غسلنا بقى كده المواعين، برضو لقيت المواعين زي ما انتم شايفين كده في الحوض، ومسكت البوتاجاز بجد خليته زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا اشتريت السيترس. طبعا السيترس حلو جدا معروف، بيخلي اللهم صل على النبي البوتاجازات بقى والحوائط والحاجات اللي فيها دهون دي بجد بينضفها جدا جدا. بس انا مش هكذب عليكم، انا جايباه سايب من السوق وعبيته كده في الازازه. كان عندي ازازه سيترس قديمه. الازاز بتاعت السيترس دي حلاوتها ان هي بتطلع الحاجه ليها رغوه، لان الخرم بتاعها ضيق جدا جدا فبتخليه طالع فيه رغوه كده. فديت بقى كده بخل البوتاجاز. انا عايزه اقول لكم ان البوتاجاز كان مدهن وما كانش نظيف خالص، كان بقاله كام يوم ما اتعملش، فبصراحه ساعدني جدا. غسلت برده العيون كده، ولو عندك العيون بتاعت البوتاجاز مدهننه قوي بقى كده ومحروقه ومش كويسه، انقعيها، هاتي ميه وحطي فيها معلقه بيكربونات الصوديوم وملح ليمون، وحطي بقى كده شويه صابون او اريال صغيرين وخليها تغلي على عين البوتاجاز. عايزه اقول لك كل الحرقان والزيوت وكل حاجه فيها هتدوب كده. عايزه اقول لك ملح الليمون ده سحر، والبيكربوناتو بتخلي الحاجات عيون البوتاجاز تحفه. ولو عندك كاتل استانلس برضو، ومثلا انتوا عارفين ان الكاتل او اي نوع كاتل عامه مش شرط اللي هو الاستانلس بيعمل رواسب بيضه كده من تحت، فاهمين قصدي؟ انتي حطي معلقه ملح ليمون بس فقط لا غير، وحطي ميه وخلي الكاتل يغلي وهتدعي لي بجد. بيشيل بقى كل الطبقه البيضه اللي بتكون معموله من الغليان بتاع الميه، ويخلي لك الكاتل فل. ايا كان لو عندك كاتل بقى اللي هو البايركس او مثلا الاستانلس ده، تحفه جدا ملح الليمون في تنظيف الحاجات بتاعه المطبخ. جربيه هيعجبك جدا. شلت بقى المواعين بعد ما اتصفت كده، هنبدا نرصها علشان نغسل الرخامات كده. بصوا بقول لكم المطبخ خد مني حميوه مظبوطه، انا خليته بجد تحفه، حسيت ان هو رجع جديد تاني. طبعا المطبخ علشان المطبخ الحاجه الوحيده اللي انا عملتها هنا في الشقه جديده، فتحس ان هو غالي وعزيز كده، ولما بلاقيه متبهدل بزعل عليه جدا جدا. المطبخ بتاعي ما شاء الله يعني مش كبير، بس عشان لونه فاتح فلازم يكون ايدي فيه على طول، وكمان عشان مفتوح كده على الريسبشن فلازم بجد يكون نظيف على طول. وانا عامه بحب المطبخ عارفين، فانتي لما تكوني حابه حاجه بتكوني حابه تنظفيها دايما، فايدي فيه على طول. انا بتعامل معاه والله كاني مثلا من ضمن المواعين، اخلص غسيل المواعين، اغسل الرخامه، اغسل البوتاجاز، اقوم جايه على الضرف من تحت لان هي لونها ابيض بتتبصم، يقع عليها حاجه كده اقوم جايه دعكهم على طول. كل ده ما بياخدش معايا وقت خالص، ولكن بتفضل الحاجه بقى كده نظيفه وحلوه جدا وزي الفل. النظافه حلوه، وانك تبقي ايدك على طول في الحاجه حاجه حلوه جدا بصراحه، وبتسهل عليكي، غير لما تهملي الموضوع وتسيبي الحاجه فتره كبيره تيجي تنظفيها، بتاخد منك مجهود كبير جدا وتعب كتيره جدا. فايدك في الحاجه على طول اول باول بتفرق بجد والله العظيم. بصوا بقى من الركن ده بتاع مكان الكاتل كده والشاي بقى والسكر والحاجات دي، فتحسوا بقى ان انا ولادي لما يجوا يعملوا شاي او حاجه بيوقعوا لي سكر وبيقلبوا الشاي يوقعوا، فكان ملزق جدا وكان حالته ما يعلم بيها الا ربنا. دعكته وخليته زي الفل بجد. يعني الحاجه بيضه فاتحه بيبان فيها جدا، يعني ما شاء الله الحيطان عشان لونها ابيض كده بيبان فيها اقل حاجه نظافه ووساخه، عارفين انتوا يعني بصراحه لا بيظهر كده ويبان. مسكنا بقى الحوض كمان ادينا له دعكه كده، وقلت بقى اشطف كل الدنيا دي. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو بجد ما تنسوش تقولوا لي، وطبعا وجودكم بيشرفني جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي في كومنت كده، وعلقوا الكومنتات يا جماعه ولو بحرف، بجد بحب كومنتاتكم جدا، واي حد بيعلق بكومنتات انا بحب الكومنتات وبرد على كل الكومنتات. بصوا بقى كده شايفين الجمال والحلاوه، الفوطه دي لهلوبه يا سلام بقى كده فعلا. ان الحاجه اللي بتنضفي بيها بتفرق معاكي، يعني انت لو معاكي فوطه حلوه بتسهل عليكي التنظيف، بتخليكي كده حابه ان انت تنضفي. الفوطه دي بقى قطن وجميله جدا، فبصراحه كده لا مساعداني، بتنضف وبتلمع وبتشرب الميه، فجميله قوي. فبرضو الحاجات اللي بتنضفي بيها ليها عامل كبير جدا معاكي في النظافه. بصوا يا سلام على الحلاوه والنظافه يا ولاد النظافه حلوه ما فيش كلام والله. وان انت تصحي بدري دي حاجه حلوه جدا، يعني الحمد لله. انا اي نعم بصحى بدري اجباري مش اختياري، ما بنامش يعني مش بمزاجي، ولكن الحمد لله لو الواحد بدون بقى ظروف او اي حاجه اعتاد ان هو يصحى بدري بجد اليوم بيكون فيه بركه جدا، وبتعملي فيه حاجات كتير، وبيبقى عندك نشاط غير طبيعي بالمره ما شاء الله، غير
على عكس انك بتصحي متاخر، لان انا اصلا من الناس اللي بتصحى الظهر وبعد الظهر كمان وبنام متاخر برضو. فلما لا بقيت اصحى بدري انا حاسه بفرق حلو جدا، بصرف النظر زي ما قلت لكم عن الظروف اللي انا فيها، ولكن لا اليوم بيبقى فيه بركه، بقدر اعمل فيه كذا حاجه، الدنيا بتبقى زي الفل. شايفين البوتاجاز بسم الله ما شاء الله رجع جديد ازاي، ايه الجمال والحلاوه دي. تسلم ايدي. اسكت بقى لحد كده واقول اقعد كده واريح نفسي؟ لا 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 لا, لا ما ينفعش خالص. مسكت الظرف برضو واقع عليها حاجات بقى، صلصه كده وبواقي طماطم، طراطيش ميه، حتى طراطيش الميه بتعمل طرطشه كده بتبقى شكلها مش لطيف. جبت الليفه بقى كده وشويه صابون وعينك ما تشوف الا النور. وبعمل بالفوطه. طول ما انت بتشتغلي بالفوطه انت محافظه على المطبخ بتاعك على فكره، غير انك ترشي ميه بقى كده والدنيا ميه تدخل جوه الظرف والحاجات دي. فانا بصراحه مش بحب قوي ان انا ارش ميه في المطبخ بالذات، لا انا اجيب كده بملى جرد الميه واغسل فيه الفوطه واقعد اعمل بيها، فاهمين قصدي؟ بتفرق بصراحه يعني، غير ان انا اطربش واملى الدنيا ميه بقى واديله ايه دي، بحس ان المطبخ معايا بيكهرب اصلا، ما بيبقاش طبيعي. مش عارفه ليه. فكده احسن. بصوا الجردل معايا اهو، اغسل الفوطه من وقت كده للتاني والدنيا تبقى زي الفل. علشان اكتر حاجه ما بتحبش الميه المطبخ، طول ما انت محافظه عليه من الميه بجد يعيش معاكي سنين وسنين ايا كان. على فكره المطبخ بتاعي مش خشب، ده ألمونتاي، بس برضو والله انا بحس ان الميه بتبوظ الدنيا وبتاثر عمر الحاجه بالذات في المطابخ، فاهمين قصدي؟ فلا هو كده تمام. انا بشوف ناس مثلا تمسك البوتاجاز والله العظيم وايه بقى تدلق فيه ميه وتحميه، انا اصلا لما بغسل العيون بتاعه البوتاجاز بيقعد يوم معايا كده النار بتاعته مش مظبوطه على ما تتظبط. فانا مش عارفه الناس بصراحه اللي بتغسل وتدلق ميه دي بيبقى اخبار المطبخ معاهم ايه، او البوتاجاز بالذات مش عارفه ايه الموضوع بيشتغل تاني اصلا ولا ايه. هناخد التلاجة كده من بره، انا عايزه اغسلها برده من جوه، بس بصراحه قلت لا بقى، انا كنت تعبت بصراحه وعملت حاجات كتيره، وكمان لاني فتحت الظرف بتاعه المطبخ من جوه، يمكن ما صورتش اللقطه دي بس فتحته ورصيت بقى اللهم صل على النبي قولوا معايا، رصيت الايه قولوا المواعين، ظبطتها كده ورصيتها. فقلت لا التلاجة دي عايزه لها يوم لوحده، لاني بشيل كل الارفف دي وباخدها على الحمام واظبطها وافضيها كده واخليها زي الفل. فبصراحه لا تكسلت ان انا افتحها، فقلت خليها من جوه. شايفين بقى الركن اللي جنب التلاجة دوت؟ عايزه اقترح عليكم حاجه، الحته الفاضيه دي حوالي تيجي شبر كده بالايد. انا بصراحه عايزه اجيب الراجل اللي عامل لي المطبخ يعمل لي فيها زي ايه، عارفين انتوا المكان اللي تحط فيه المقشات والمساحات ويطلع ويدخل جرار كده؟ انا بصراحه كنت عايزه اعملها من الاول، بس ما توقعتش ان هيبقى فيه حته كده، بدل ما انا اكون حاطه المساحه والمقشه والحاجات دي وباينه، لا هي تبقى داخله طالعه جرار كده. انتوا فاهمين قصدي؟ فقولوا لي ايه رايكم لو عملت كده، ولا التلاجة هتبقى مكبوسه قوي؟ اكتبوا لي برده كده وعايزه رايكم. ده بقى المكان ده بيكون مكان باسكت الزباله. انا كصابرين لما باجي ارمي حاجه في الزباله باخد بالي جدا وما بوقعش حاجه على الحيطه والدنيا بتبقى تمام. تعالي بقى اخلي ولادي يرموا يوقعوا حاجه على الحيطه دي ويتربشوا عليها وبتبقى منظرها سيء للغايه، فالموضوع ده بيعصبني جدا جدا وبيضايقني. فقلت برضو اغسل الحته دي علشان الحيطه يا جماعه والله خساره تتوسخ يعني. السيراميك ما شاء الله شكله حلو وفاتح كده وجميل، يعني عايز معامله خاصه، مش عايز البهدله دي لا 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 لا. بس الاطفال ما عندهمش الكلام ده، مش بيصعب عليهم الحاجه عامه، عادي هما بيتعاملوا طبيعي. لكن احنا كستات بالذات الست بيصعب عليها المطبخ قوي، هي على طول عايزه المطبخ نظيف، لو اتبهدل فيه حاجه بالذات ان انت بقى لو انت حابه مطبخك فبيبقى صعبان عليك البهدله اللي فيه. عارفين انتوا انا لو عندي حد في البيت مثلا اي حد من اهلي مثلا او كده وقاعدين عندي وجم مثلا حد يغسل لي المواعين او كده بيساعدوني كتر خيرهم، ما بحبش ابدا خالص خالص. ببقى بصوا يعني كتر خيرهم وتسلم ايدهم وكل حاجه، بس ايه مش انتي عارفه تنظيم حاجتك ازاي، بتعملي ازاي، اللي بقى موجود مش فاهم. مثلا انا ما احطش اي مواعين غير لما انشفها تماما، بتضايق. المعالق حتى لا، ممكن عادي المعالق تتحط مبلوله ممكن كده، فببقى لا متضايقه. ايه اكتر حد بجد بيبقى عارف تفاصيل دماغي؟ هي امي. لما بتبقى عندي وتيجي تعملي حاجه في المطبخ فهماني قوي، واحب بقى احط حوالين الحوض فوطه، محبش الميه تسرح كده والحاجات دي، تعمل زي ما انا عارفين فهماني جدا، لان انا امي دقيقه شويه. فبصراحه لا بيفرق معايا، ما توقعش حاجه في الارض كده. لكن الحرواسه دي والشغل لا بتضايق. ما ببقاش مرتاحه خالص. غسلت الفرن برضو، كان في حد كتب لي مره في الكومنتات وقال لي ان المكان بتاع الفرن كده مش حلو،
وقال لي لا قدر الله ممكن يحصل حاجات مش كويسه يعني وكده، ولكن الحمد لله يعني ما بيعملش حاجه. انا اصلا مش بشغله كتير، يعني انا بسخن فيه عيش، ممكن اعمل فيه صينيه كيكه، عارفين الحاجات اللي ما بتاخدش وقت دي، مش مثلا اسوي فيه صواني وكده. لا بصراحه بحس ان فرن البوتاجاز بينجزني اكتر، فانا بستخدمه عايزه اقول لكم ممكن كميكروويف للتسخين للحاجات البسيطه. فالحمد لله مش بسيبه وقت كبير. دعكت بقى كده الارض وخليت الدنيا زي الفل. بصوا المطبخ بقى قمر ازاي. بقول لكم النظافه حلوه وبتريح نفسيا. فيديو النهارده لو عجبكم ما تنسوش بقى كده تحطوا لي لايك وتشجعوني وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، علشان الفيديوهات الجايه ان شاء الله كده باذن الله تكون احسن واحسن، ونحاول نرجع لروتيناتنا تاني. انا بحب فيديوهات الروتين جدا وبتحمسني وبتشجعني، بس انا من ساعه ما جيت الشقه هنا تقريبا مش بعمل فيها اي روتينات خالص خالص خالص. ايه رايكم بقى؟ بصوا الدنيا بقت فله ازاي وجميله، وروقت فوق التلاجة كمان زي الفل ما شاء الله.